المباراة تأتي ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس اف سي الأمريكي. اليوم تشيلسي فاز على لوس أنجلوس اف سي، وهذا الفريق البرازيلي الشهير فلامينغو واحد من أشهر أندية العالم، تاريخ كبير وبطولات أيضا وجماهير عريقة. لا شك أن الترجي هذا اليوم في تحدي كبير، ونتمنى أن يكون طبعا متأهلا وجاهزا لخوض هذا التحدي وأيضا لتحقيق نتيجة كبيرة بانتظار دخول الفريقين هنا أرضية ملعب لينكولن فاينانشال فيلد. هذا الملعب الجديد الذي تأسس في عام 2003 ويتسع لأكثر من 67 ألف متفرج. الجديد بقيادة فيليبي لويس. هذه الكرة من جديد وكرة داخل منطقة هذا اليوم، لكن برضه ليس جماهير الترجي فحسب، حتى جماهير فلامينغو هي الأخرى حاضرة وبقوة. داخل منطقة جزاء يحاول تغالي اللي دربهم في 2022 في وسط فيها أداء هجومي رغم أنه قد أيضا تمر داخل منطقة جزاء، يقطع الدفاع. تعود الكرة مرة أخرى، سبق له اللعب مع الترجي وشار داخل منطقة جزاء والكرة العرضية. برافو التغطية الدفاعية وكرة وصلت عند بشير بن سعيد. أقبلوا في المتابعة. كرة فرنسية ومحاولة مرور من بشير يتدخل حارس الترجي التونسي. لاعب رقم 9 رودريغيز يتبادل داخل منطقة الجزاء، يدخل باريلا. كان بإمكانه يمرر الكرة، يجب توزيع اللاعبين على أرض. هذا فاول موجود، خطأ لصالح فريق فلامينغو. والتاريخ بالنسبة ينساس كان قريب يلعب معه تمريرة قصيرة من اليسار، ينطلق ويسدد كرة لا. وكرة رأسية. الله، المدافع المتقدم ليو بيريرا على ما يبدو هو الذي تقدم ولعب الكرة بالرأس. ثبت ماهر الكنزاري وكرة هيا وفرصة والهدف هدف لفلامينغو، هدف لفلامينغو عن طريق اللاعب أراسكايتا. تهيأت له الكرة، كرة بالفعل لعبت على القائم البعيد وتم تصليحها ووصلت إلى أراسكايتا الذي لعبها وسبق فيها كل مدافعي الفريق التونسي. هدف أراسكايتا سجل لفلامينغو بطولة والبليلي ومعهم الجنيشي أو على التركيز. فرصة حباري يلزم التركيز. المفروض الفريق يعني ما يتراجع، المهم يعني ما يتماسك. مازال برشا وقت، مازال برشا نتيجة والسيطرة. أقرب المدافع ولعبها دولة. يلا نريد أن نشاهد هذا. وكذلك لوكاس على الجهة اليسرى في هذه المشاركة الهامة. البليلي ثلاث قائمة عند رودريغيز، متطيب من هذه الكرة وارتدت بسرعة وتسببت بخطأ وتسببت بإنذار، لأن الارتداد كان سريعا، كان لابد على محمد بن علي أن يتصرف حتى لا يفقد الكرة. قد الجزاء وتهيأ بالرأس، لكن الكرة انقطعت بدون شيء. ترتد تعود وسط الملعب وخطأ على ما يبدو مع وجود بطاقة صفراء أم ماذا؟ نعم، بطاقة صفراء إلى لاعب الترجي. في أي لحظة التقدام شهاب على ما يبدو يلعبها باريلا على الجهة اليمنى وبتسريع اللعب، ولكن لما تكون الآن هو طبعا 33 قطعت الكرة، تحولت من جديد والحكم صفر الفاول. علي البلايلي داخل منطقة وأيضا باريلا الدفاع، ولكن فرصة الثلاثة وكرة عالية الأخيرة من الشوط الأول. ويضطر مدافع الترجي إلى أبعاد الكرة إلى ركنية. بيدرو أمام بيدرو، ركنية لفريق فلامينغو. منطقة جزاء ترتيل، فريق كان يمتلك هذه ركنية يبعدها الدفاع. منطقة جزاء والعرضية، تسديدة من بعيد حلوة، تصل الكرة من جديد، لكن الكاريوكا لأندية ساو باولو لهذا العام أموره تسير بشكل ممتاز مع هذه كرة عرضية. فنان يوسف، يا على الكرة، يا ضاع الهدف الثاني على فلامينغو.
لكن كانت تغطية ممتازة على موعد ايضا مع النزال الذي يفوت مواجهات الملاكمه على هدف جديد وتسديده. حاول فريق الفلامينغو حتى يضيف هدف اخر. في تشكيله الترجي اقبلوا صراحه هذا اللاعب يعني مردود. لعبت 1-2 يوسف السريع، يوسف الخطير ويقاتل على الكره من اللاعبين اللي بيلعبوا بروح عاليه. شيء جميل لما يكون لاعب على الكره اماميه يقطع الدفاع. تفوق الفلامينغو في كل شيء. تعود الكره والحكم حاسب خطوه اماميه، ربما يبحث عن تامين دفاعه، اخذ مكان ولاعب هنا متسلل. لا خلاص اذا كان بامكانك يوسف حلوه برضه المحاوله جيده. نعم بدأ يتحرك يوسف الذي نعرفه بدأ يظهر يا طبعا يا انور. بالفعل يوسف احسن كرة عالية والرأسية من رودريغيز. اخرى مصمم يوسف، برافو يا يوسف، برافو. لا الوضع تغير، برافو يوسف اللي بالشوط الاول لم نشاهد له شيء. ها هو احسن اختبار للحارس روسي. تمر يعني نحن قضية ما فيش ولا لاعب وقوية. وصل الكرة حولها وتسديدة الهدف الثاني. هدف جميل. لويس اراوجو لويس يسجل هذا الهدف بتسديدة قوية على يمين بشير بن سعيد، وفلامينغو وكأنه يؤكد تقدمه يسجل هذا الهدف بعد أن بدأ الترجي يعود. من توقيت الهدف لكن في هذه المباراة يعني كان بإمكانها حذاري من مثل هذه التسديدات لما بتشوفها المدافع وبيلعبها على الطاير. يدخل منذ قليل. شوف ياسين مريح فلامينغو هو اللي هدد، هو اللي بشكل عرضية. كرة داخل منطقة الجزاء، الكرة العالية يوسف البليلي ولكن